ليه عمر فايد هو المدافع الأنسب والأمثل للأهلي في الموسم الجديد في ظل الغياب الدفاعي الواضح للأهلي من الموسم السابق. يلا بينا في الفيديو ده هعرفك كل حاجة. أول حاجة نبدأ بالتدخلات واتهام عمر فايد بأنه مدافع بطيء جدا وما بيقدرش يستخلص كورة. اتفرج معايا على الكورة دي وعلى السبرنت اللي فتحه اللي قدر يسبق المهاجم ويوصل له ويعمل تاكلينج مثالي ويقطع الكورة ويرجع الاستحواذ لفريقه ويمنع هدف مؤكد. طبعا أهم ما يميز الراجل ده هو استخلاصه للكرة والتاكلينج المثالي اللي بيقدر يعمله ويخلص بيه زي الكرة دي برضه. مدافع مميز جدا في الانقضاض على الكرة والاستخلاص زي الكرة دي برضه، نفس القصة نفس الطريقة نفس التاكلينج الشيك اللي بيقدر يستخلص بيه من غير أخطاء. الكرة مش كلها جري وخلاص وفتنس. تعال اتفرج على العقل هنا بتاع عمر فايد، رغم انه كان متأخر على المهاجم ولكن شوف هنا الوقفة، بصيته على الكورة، راجل بيلعب على الكورة وفي اللحظة المثالية قدر يحط رجله على طول ويمنع التسديدة والهدف من لعيب بنفيكا بمنتهى الرشاقة والقوة. ايه السبرنت ده بس يا عمر؟ انا فيك امور كتير جدا مأكد لي ان انت لعيب بطيء وما بتقدرش تجري اصلا ومحتاج كرسي بعجل. تعال اتفرج على السبرنت والتاكلينج المميز. وللعلم على فكرة ممكن يكون عمر فايد بالفعل عنده سنة بطء بسيطة زي حجازي، ولكن بيقدر يعوض ده بذكاء كبير جدا جدا جدا، سواء بتمركزاته او كمان بالكور اللي بيقدر يقطعها بالتاكلينج المثالي بتاعه ده. زي ما قلت لك انه من اهم حاجات اللي بيقدر يعملها هو التمركز الصح. تعال اتفرج هنا، هو قارئ الكرة من قبل ما تطلع وقبل الباص ما يتلعب عشان ينقض عليها ويقطعها على طول بمنتهى السهولة. طيب بالنسبة بقى للخروج بالكرة، هقول لك في كل حاجة عن الخروج بالكرة، ولكن قبل ما نروح للخروج بالكرة تعالى الأول نقول لك شوية معلومات كده عن عمر فايد ونكمل خروجه بالكرة. عمر فايد صاحب ال 23 عام، الراجل ده خلاص هيرجع من فنربخشة، هيمشي مش هيكمل هناك في تركيا. هو من أفضل المدافعين المصريين، راجل طوله متر 92 سنتي، عنده كورة، عنده حاجات حلوة كتير يقدمها للنادي الأهلي. وزي ما وريتك استخلاصاته هوريك كمان خروجه بالكورة المميز جدا جدا جدا. عمر فايد الأهلي دخل معاه في خط مفاوضات قوية جدا الفترة الأخيرة، خاصة في ظل عدم اقتناع عنوتة بمدافعين الأهلي. وطبعا الموسم اللي فات كلنا عارفين إن الأهلي تقريبا خسر الدوري بسبب مدافعينه وبسبب قلة إمكانيات دفاع النادي الأهلي، اللي لازم تدعيم من وجهة نظري. لازم تدعيم بعمر فايد او حد بنفس مستوى، وتقريبا مفيش حد مصري بنفس مستوى عمر فايد دلوقتي. لعيب بقى له 3 سنين في اوروبا، هيجي لك متاسس، هيجي لك جاهز بدنيا، لسه سنه صغير ورغم كده عنده خبرات كويسه. لو تفتكر الاولمبياد الاخيره كان من افضل لاعبين منتخب مصر، وشفت كده كومنت لحد بيقول لك ده هو اللي خرج منتخب مصر. لا يا حبيبي، مش هو اللي خرج منتخب مصر. لو انت متابع جيد هتفتكر المدافع القصير كان اسمه حاجه طارق تقريبا بتاع الزمالك، ده كان سبب رئيسي في خروج منتخب مصر وبعد كده فضيحة ماتش المغرب. يلا بسرعة نروح نشوف خروج عمر فايد المميز بالكرة ونرجع نكمل كلامنا تاني. من بعد محمد عبد المنعم ورام ربيعة احنا ما عندناش مدافع رايق زي الراجل ده كده، بيطلع بالكرة بمنتهى الهدوء والبرود. اتفرج معايا ازاي الراجل بيطلع بالكرة بمنتهى السهولة وبيرقص ويعمل فنتات لحد ما يوصل الكرة لرجل زميله. زي الكرة دي برضو، رغم انه اخر مدافع ولقى هنا مضغوط عليه من المهاجم، ولكن على طول لم فلاحي كده وطلع بالكرة صح. وهنا تاني بنفس الطريقة برضو خروج بالكرة رغم الضغط القوي من الهجوم، ولكن الراجل بيقدر يطلع بالكرة صح لزميله رغم الضغط القوي. الكرة دي أكبر مثال. اتفرج على مهاجمين بنفيكا هما بيضغطوا على دفاع فرقة عمر فايد، ولكن شوف عمر فايد وخروجه بالكرة والتصميم إنه يخرج بالكرة صح من غير ما يشتت، وخروج مميز جدا رغم الضغط القوي جدا من مهاجمين بنفيكا. طيب دي كرة معربة راجعة له والراجل ضاغط عليه، ولكن شوف هنا على طول الذكاء والخروج الصح بتاع عمر فايد اللي قدر برضه يرجع الاستحواذ لفريقه، ومهاجم ما قدرش ياخد منه الكرة. عمر من أكتر المدافعين اللي بتفكرني بأحمد حجازي. اتفرج على اللمة دي وتكملته بالكوره، وبعد كده الثرو اللي هيعمله للمهاجم، هيقول له روح هات جون او اعمل ثرو للمهاجم التاني وهات جون برضه. ودى فريقه للتلت الاخير للملعب بمنتهى السهوله. غير فنتاته اللي بيقدر يرقص بيها المهاجمين ويطلع برضه بالكوره صح زي الكوره الطوليه الجميله دي. دي كانت كل حاجة عن عمر فايد. مستني رأيك في الكومنتات، تقولي هل هيبقى مدافع مميز للنادي الأهلي زي رأيي، ولا لأ مش هيضيف لدفاع النادي الأهلي ومنتخب مصر الفترات اللي جاية. ومتنساش اللايك والشير والمتابعة عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، سلام.